كولر في الشوط الأول قرر يلعب بنفس الطريقة اللي نجح بيها في ماتش التالت والرابع في كأس العالم للأندية، اللي هي رباعي في وسط الملعب بيكونوا مع بعض شكل مربع اللي اتسمى بالبوكس ميدفيلدر. رغم إنه غير في أماكن اللعيبة، سواء هاني هو اللي بيتحول لمدافع تالت ورباعي وسط الملعب بمروان وكوكا وإمام والشحات، أو حرك هاني ومعلول وثبت مروان مدافع تالت، فهو حافظ برضه على شكل رباعي في وسط الملعب. وقدر بالطريقة دي يطلع أفضل إنتاجية للأجنحة بأقل اللمسات يكونوا في أماكن خطرة، وقدر يتوج بالسوبر وتالت كأس عالم للأندية بالطريقة دي. لكن عايز أتكلم على لقطة ملهاش علاقة بكولر، لها علاقة بوعي تكتيك اللعيبة. هنا عبد المنعم قرر يضغط واتطرف قوي ومعاه علي معلول. في الوقت ده مروان عطية بخبرة كبيرة تحسب له غطى مكانه، لكن كان لازم كوكا يدي الأولوية في عمق الملعب بدل ما يكون متطرف. وكمان إمام كان لازم يكون أسرع من كده، مع أنضج نسخة للاعب وسط دفاعي في مصر من 5 سنين فاتوا، لاعب بيوصل دقة تمريراته لأكتر من 90%. أيوة، مروان عطية دلوقتي يقدر يقوم بدور رجل القفل ويقدر يقوم بدور الريجيستا. خدها مني، توقع مروان عطية أفضل لاعب في أفريقيا 2024.